وتمثيلية المباهلة. وصاحب الحق لا يهاب المباهلة لأنه على حق يعتقد ذلك، ونحن لا نهرب من المباهلة أبدا، ولكن المباهلة مفصلة، فإذا باهلناهم معناها أن فصلناهم وقد ظهر الحق. فلذلك أنا اقتراحي أن تكون المباهلة إما في نهاية المناظرات ككل، أو تكون في مناظرة هذه الليلة ثم يختم اللقاء. فلا يصلح أن يدعو كل واحد منا على الآخر باللعنة ويدعو على نفسه باللعنة ثم بعد ذلك نأتي ونتناظر ونكمل. فالأصل في المباهلة المفصلة، فإما أن نباهل ونفاصل وينتهي الأمر، وإما أن نستمر بالنقاش. المهم أن المباهلة هي الختام، هذا قصدي. وأنا لا أتهرب من المباهلة، بل بالعكس، نحن نرى أن هذا حق ونحن على حق. ليعلم الجميع نعم أننا لا نهرب من هذا الأمر، لأننا ناس نعتقد أننا على حق. لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يقل رسول الله الذين يعتقدون بأننا كلهم مباهل معهم جدا، كلهم يدعون دائما إلى المباهلة. غدا المباهلة، إذا غدا المباهلة إن شاء الله. لا كمل في الآية. قام العماد رفض المباهلة مع الشيخ عثمان. نحن مستعدون والله الذي لا إله إلا هو. لو كنا نرى أننا على غير الحق لتركناه وذهبنا إلى الحق الذي يدعيه المناظران. كل واحد يقول، ولكن ندعي نحن، ولذلك لا نمتنع أبدا عن المباهلة التي يطالب بها. نحن لا بعد خذ البخاري إخواني الأحبة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ومريم في الجنة، فسيدتها فاطمة، ومريم مصطفاة ومطهرة، وفاطمة مصطفاة ومطهرة، فكل ما في مريم من الفضائل فهي في الزهراء، وفي الزهراء زيادة حتى تكون سيدتها. اسكت. هذا الناصب يا مسلمون يا سنة يا شيعة عثمان الخميس تجرأ على سيدة نساء أهل الجنة وقال أن فيها منقصة، والآن أعلن المباهلة مع هذين الناصبين ومن يكون معهما. الآن أنا أباهل، الآن أنا أباهل. لكن بالراحة يا أخي، بالراحة الآن أنا أباهل. بالراحة يا عايز زهراء افتح لي خطوة بسرعة فوضى. يلا احنا أعزائي المشاهدين. دكتور عبد الحميد أنه قام ثائرا: أنت تخطئ فاطمة، إذا أنت ناصبي وأنت كذا. هم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يريدون أن نقول فلان أخطأ أو فلان أخطأت. نحن نقول من هنا إن فاطمة عندنا كأبي بكر وعمر وعائشة وغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يصيبون ويخطئون، ولكننا نبجلهم ونقدرهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن هذه تمثيلية. أراد النجدي يظهر حماسه وقف ضرب على الطاولة: أنت ناصبي أنت ناصبي. تمثيلية جميلة جدا، تمثيلية من الراد وتمثيلية من الواقع، والله المستعان. النجدي يهدد بالمباهلة لكن لا يباهل. اختار واحد منكم يدعو بدعوتين بما يريد، ودعوة منكم انتم بدعوتين ما يريد. احنا نختم هذه الآية اللي اخترع عليك سيد حسن نصر. يلا قول لي ماذا تتجن يا أخي أنت عضو بدل 8 دقائق أنت بنص. لا أنا عايز مباهلة أقرأها بس ما عندي غير. يا اخوانا دعوة خير بلاش. هؤلاء الذين افتروا علينا وكذبوا علينا ودلسوا. نسمع يا حاج بعد ما خلص الآيات. بعد ما خلص الآيات. خير من الانفجار بالسيارة. أنا أعرف عقلية الخوارج. هذا افتراء جديد وكذب جديد. ولكن من هو اللي يسجل عليه؟ ما ندوني لحظة. من هو اللي يسجل عليه؟